صباح الخير، كيفكم؟ امبارحة كنت بدي انزل اجيب شمعة، فاللي صار معي ما قدرت. خلونا نوصل الاسانسير، فما قدرت صراحة. فاليوم خلص رح انزل واروح اجيبهم. فمتحمسة كثير، بدي اجيب شمعات 39 كبر زوجي كثير. فامبارحة ما قدرت، اليوم رح انزل اجيبهم قبل ما اشغل اليالنجي واعمل كثير شغلات. هلا اليوم ما رح اعمل الحفلة، بكره يوم الخميس بيكون عطلة الاولاد، يعني مو عطلة، انه بكره بيكون ما في بقى مدرسة، فمشان اذا تاخروا بالنوم. ايش ما بدك تخليني سوق؟ هلا لا بس انت ليش ما بدك يعني سوق؟ تحت هلا خلينا اسوقك تحت. شو خايف ليكون على سيارتك؟ مو مأمن والله العظيم. لا مشان هيك ما حتعرفي هلا تنزلي بهي النزله كابتداء يعني. الله، بلشي من تحت. مو على اساس اللي بيعطوه شهاده بيعرف يسوق كل شيء؟ ايه بس بالبدايه بيكون شويه صعب. ما لا مو صعب، بس يعني المرة ما تخاف علي، انا بخاف على حياتي اكثر منك. دايما شبه المرأة، مو المرة. لما بدك تعملي شغله بالبدايه ايه؟ لازم تحاولي قدر الامكان تكوني مرتاحه ومانك مرتبكه، والله لانه هذا الشيء بخليكي دائما لقدام تكوني واثقه بنفسك اكثر. كثير منهم بيسالوني انه كيف تعلمتي سواقه. زوجي علمني سواقه بتركيا، كنا يعلمني. كم درس؟ كثير. ما حفظانه. والله 3 شهور قبل ما يعني دائما اقول له والله كيف الدركسيون بندار، ما عم بعرف كيف اروح يمين يسار. كثير اكثر شيء لقيت صعوبه فيه هو مو الدركسيون، لقيت فيه الصعوبه انه ترجعي لورا وتلفي اللفه. هي بشعه، هي ما حبيت، اخاف انه السيارات ما توقف لي وما تنتظرني. هي ابشع شيء كنت اتضايق منها. بعدين شوي يعني شجعت قلبي. لا انا بخاف، ما كثير، انه بحس السواقه سهله. ليش بخاف؟ بيقول لي زوجي لانه ما بتسوقي كثير. لانه لو بتسوقي كثير كنتي ما بتخافي، وانا سواقتي قليله. بس انا لو هلا مثلا عندي يوميا سواقه بتتحسن سواقتي اكثر. مثلا لما كنت بتركيا كنت عندي دروس عم بدرس، فاروح وارجع بالسياره حسيت انه صار قلبي اقوى، صرت اطحش واعمل مثلهم كذا. يعني نشوفهم شو بيعملوا بعمل، بس هون قول ما في طحش وهالقصص كلها هون بدي بالامارات. فكتير حابه اسوق، بس هون الغلطه بمليون. هون يعني اذا اسرعتي ممكن تاخذي مخالفه، اذا مشيتي عكس الطريق مخالفه. يعني في كثير شغلات. اللي بيسوق هون لازم يفهم قوانين المرور والمخالفات، ولا يعني ولا بنخرب بيتكم. بالشهر بيجي هذيك الحسبه لزوجي بيحلف 100 يمين ما بقى بدي اياك تسوقي. اليوم من الصبح شفت هاي الرساله ضحكتني والله. لا لازم تركبي الكاميرا عشان تشوفي تتاكدي. والله لازم يوميا فرجيكم اذا بياكلوا اللانش بوكس ولا لا. الحمد لله انا اولادي بياكلوا، اولادي بيلعبوا كمان ووقتهم طويل. يعني حطوا ببالكم من الساعة 5:30 بفيقوا للساعة 3 ليرجعوا على البيت. هدول الاولاد بيجوعوا على فكرة، حتى لو ما كانوا مكملين كل اللانش بوكس، انه لعبانين بالاستراحة وما لحقوا يكملوا بالباص لبين ما يوصلوا على البيت بيكملوا. يعني حتى لما بيرجعوا الحمد لله اول ما بيجوا ما بيكونوا جوعانين فورا. عرفتوا؟ هاي واحدة. ثانيا على فكرة انست العمر بالسنه الماضيه قالت لي انه كتري له اكلات، انه الا لماما تكتر لك الاكلات لانه عم ياكل من رفقاته او بروح على الشام وبياخذ من اكلات. عرفتوا شلون؟ يعني بكون خلص لانش بوكسه. يعني الحمد لله احسن ما نروح ونشتري لهم ادويه فيتامينات وهالقصص، لا ياكلوا احسن. كم مره بقول لك جيب النطن، وحده عراقيه بتسالني ما بتاكلي سمك، والله رح اعمل لك وصفه سمك. شو طيب؟ انا لما مرضت كنت عم باكل اخر فتره كثير طن وسمك، فعرفتوا من هداك اليوم حكيت لكم القصه. بس هلا بدي ارجع اكل سمك، بس عم خاف. عرفتوا شلون؟ لو هذا بجيبه كمان بحط لهم باللانش بوكس لشام وعمر، يا اما بتجيبوا مكسرات يا اما بحط لهم هذا الفستق فول السوداني. طيب بنقاته ما قاته، بس هذا قاسي. شو هذا؟ قاته عادي. عندهم توست كمان، كرواسون كمان. ولا مرة دقتها هاي البستاشيو. طيبة اوتكم والله حلوة بالصحن. هدول كاسات كتير
لازميني هيك شي، بس اشوف في اشكال تانية. ما لقيت الا هاللون الازرق مثل عينه مقلوع. حاجات الزباله هالالوان، لا في شلون؟ اصفر احمر ازرق. هي لا شو هالالوان؟ الوان الصيف والربيع والخريف. ولكن لا في ابيض. شويه الزباله عادي تكون هالالوان ما حلوه. الكاسات هدول الصغار في اشكال احلى كانت. شايفين مثل هيك تجي هيك مسكره الى غطا، تكون هيك حلوه كهونه. شايفين هيك بهذا الشكل، بس هي صغيره مثلا ممكن واحد يجيب اكبر. كثير صغيره هي. في اشكال والوان. لقيت مقشه. كرسي مضاد للغبار. الله شي بيكذبوا علينا. لا عن هي جد هي اللي قلت أطرافها. لك عنها بيستخدموها بالمولات بهون بدبي. شوف بتاع ما لزوم. مو هي، لا بتسكر، هي بتسكر بس مو هيك شكلها، لا غيرها. راحت عن بالي مو هي لا غيرها. مو هي نفسها مختلفة. ترى ممسحات. شفت هي القطعة كتير كويسة، لازم نوجد عند كل واحد هي القطعة. شو؟ هي بتشيل الوسخ من الارض، يعني لازم ياخذوها للعمال التنظيف. انا بشوفها هون بالامارات بيعطوها لعمال التنظيف عشان ما يشيل الوسخ بايده. مو مشان ما يشيلها بايده، انه هي خلص مشان ما يطخي. كل ما هو عم يمشي شوي يطخي كمان وسخ يعني كمان هذا. ما هو عادي بيلبس كفوف، مو قضية انه ما يمسكها بايده. بالله تسألوني على طقم البلور، اشتريته من هون من اسواق الهدايا. اي بس بيشتروا الصحن لحاله. نحن يعني بيجي صحن وصحن من الصين، بس بتيجي جوته منيحة. ما بعرف اذا موجود نفس رسمتي، رح فرجيكم. يعني هي قريبة منه بس مو هو. انا حاولت كمله قدر الامكان. شوف هدول الصحون اللي كنت بالشام شفتهم بالفندق طلعوا موجودين عنا. هذا سعره 5 درهم واحد. فيكن يعني بتعملوا طقم. هون كمان فيكن، هون بيجي ارخص بس هونيك بيجوا اغلى بس احلى. شايفين؟ الا مثلا هذا السادة كتير حلو. يعني فيكن تطبقوا طقم كامل، تشتروا صحون على قد ما بدكم عدد العيلة، ومعهم الزبادي ومعهم كتير شغلات. بس تبعيتي خلصان ما بقى موجود كأنه اللي اشتريته انا. هلا يا جماعة بدي بلش اشغل على اليلنجي مثل امبارح حطيناه هيك تركته. اول اشي رح احط فوقه صحن، تمام، ولازم فوقه تتقيلة، بس انا ما عندي تتقيلة فرح تقله هلا بشي طنجرة صغير. بدي احط له المي. هلا هي الخطوة بخليه يستوي، بعدين بقولكم الخطوة الثانية اللي بعملها بعد ما يستوي. شايفين؟ لازم نغوره بالمي كاملة. هسا بدي شوية مي ولا لا ما بدي؟ هلا بدي احط ملح، بس يغلي بدي ينزل الملح لتحت، تمام. وبدي شغل النار. واسكره. ما رح احط له تتقيله، اذا احتجت تتقيله بحط له، بس ما بدي احط له هلا. هلا هيك بعد ما يغلي ويستوي في طريقه ثانيه لازم اعملها، هي احط الليمون، دبس الرمان وزيت زيتون شويه ملح وكتة فوقها هيك ليمتصه ويطلع النكهه الطيبه. بس بعد ما يستوي بيكون لساته سخن بحط هذيك المكونات. بس هلا لسه بكير بس يستوي. يا جماعه رجعت حطيت تتقيله لانه تذكرت اذا ما حطينا تتقيله رح شو بدي لكم بدي يفرط اليبرق وبدي يفرط اليلنجي، فالتتقيله ضروريه. فانا ما عندي تتقيله، فبجيب اي وعاء طنجره كذا موجود عندي بحط له مي وبسيب مثل التتقيله بتركه يغلي، تمام. هيك بهالطريقه. هلا بده شي ساعه بتكفي بتوقع، ممكن اقل حسب نوعيه اليبرة لانه الحشوه اصلا مطبوخه. هلا يا جماعه بدي اعمل حلو، وحلو كتير كتير طيب. رح يكون بسكويت بالبيستاشيو، وهي وصفه كتير بسيطه يعني مثل تقولوا ليزي كيك بالبيستاشيو بس بطريقه ثانيه وكتير حلوه. هلا هون حطيت كريمه شانتيه وحليب وقشطه. لا الكيك بنجيبه جاهز عمر. بس تخبر بابا ايه؟ ليه؟ شو هذا حتعملي؟ هون بدي اعمل الحلو. ماما المايه بتكبر.
وهون شو عم بعمل؟ عم بدوب بحمام مي البيستاشيو، وهي شوكولاتة فيها بيستاشيو عشان نزين فيها كمان. رح بلش وصفتي بعد ما حطيت الكريمة بالبراد بالثلاجة، حطيت على فترة مشان تبرد بسرعة. هلا رح اجيب بسكويت سادة، فرح احطه قبل ما اجيب بسكويت سادة نسيت اخبركم، اي قاعدة عندكم اياها مثل هاي مربع مستطيل، المهم تحطوا عليها النايلون لانه ضروري النايلون لانه رح نعمل شغلة، وبنجيب بسكويت سادة على شكل مربع بنحطه بالعرض 3 بالعرض، شايفين هيك، وراح نرجع نحط هيك خط تحت كمان، نمشي بهالطريقة. الطول اللي بدكم اياه بتقدروا تسووه، يعني ما تتقيدوا، مثلا انا بدي اياه هذا الطول، بس اذا طولتوها كتير كمان رح تصير زيادة، فانا رح احطها قد المستطيل يعني هذا، شايفين؟ هلا يا جماعة بدي احط الكريمة. ماما كمان حاشتغل. والله؟ ايه. ساعد ماما؟ هي ميلاد بابا. تحكي له بقى. هاي ميلاده؟ ايه. مو قلتي رح تشتري لي كيكة؟ لك هيدا مو كيكة حلو. ايه مو رح تشتري فيه كيكة، ليش هي حلو. خبينا. شوفوا هلا شو بدنا نحاول نعمل، بس هيك شي بسيط، نمسكها شوي شوي لانه البسكويت كتير حساس، هاي العملية كتير حساسة، شايفين؟ شفتي تحركت البسكويتة؟ لا تحركها، شوفوا بهالطريقة. بعد ما خلصت من الكريمة رح ابلش احط بسكويت، استنى عمر، بس من طرف هذا نحط وحدة، لا بالنص ما حنحط. ليه طرف هذا؟ هيك قصده، لانه بالنص بدنا نحشي. يلا، وهون وحدة، هون. ايه هون بدنا نحط وحدة، هون نحط ثانية. ايه بس لا تطلع على برا. عمر عم يساعدني. ايوه كمان هون وحدة وهون وحدة. لا انا بدي روحي، انا بدي روحي. يلا برافو شطور. هلا حاولت ادور البيستاشيو فرح احطه هيك، شايفين بهالطريقة. شو هاي الوصفة كتير طيبة، رح تحبوها كتير، جربوها، اللي بحب البيستاشيو كتير رح تعجبه. هاي من زمان. هلا انا شو رح اعمل، رح احشيها فريز، فهي يعني حسب الرغبة، اذا ما عندكم فريز اي نوع من الفواكه بتحبوها تطلع طيبة كمان، لانه انا رح احشيها فريز وبنفس الوقت رح ازينها بالفريز، بتطلع حلوة كمان بالتزيين مع شو يا حذركم، مع الفستق بيطلع كتير حلو معه. شو رأيكم؟ لهلا سهلة، ما كتير صعبة، فيكم تقللوا يعني ما تضيفوا قد الكمية اللي انا بضيفها، حسب ما انتم بتحبوا، بس نحن كلياتنا بنحب الفريز فما عندي مشكلة بالفريز. هلا رح ارجع كمان احط بيستاشيو فوق الفريز. على فكرة فيكم تستخدموا بدال البيستاشيو اي شي بتحبوه المتوفر عندكم، شوكولاتة اي شي فيكم تستخدموا. هلا بدنا نرجع نوزع كريمة. اكيد عم تسألوا حالكم شو الفائدة من كيس الحلواني، هو بيساعدكم اكتر وبيخلي القصة تزبط معكم اكتر، بوزع الكريمة بطريقة منيحة، ولا مثل ما انتم شايفين عم بوزع. كمان هلا بدي ارجع امسدها هيك بطريقة بسيطة، ما بدي اياها تنخرب معي. شايفين بهالطريقة. خلوني اخلص وارجع لكم.
هلا خلصت الحمد لله. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اخذ هذا الطرف واسكره مع الطرف الثاني مع هذا الطرف مع بعض هيك بهذه الطريقة. شايفين؟ بصير معنا هذا الشكل. عندي فستق حابة احطه هيك على جنب، ما بعرف اذا رح يطلع حلو، رح شوف. شوفوا هيك، ما بعرف اذا حلو ولا لا. هلا بدي اجيب فريز واحطه بشكل عشوائي. هلا رح اجيب المقطعات هيك صغار، كمان بيطلعوا حلوين. افكر حط كم قطعة من هاي توت تطلع كمان حلوة. هو الهدف تزيين يعني فقط، يعني انتوا شو بتحبوا حطوا اللي بتحبوا. شو رأيكم هيك مو احلى؟ هلا لسه ما محطوط بصحن التقديم، لسه بيطلع احلى بكتير. شوفوا شو رأيكم؟ جام وعمر عم بيلعبوا بسلايم ولا عم بيعملوا بابل كبير. بدنا نشوف شو هذا البابل الكبير. يلا فرجوني شو ها. اليوم عيد ميلاد مين؟ أنا ميلاد شان. يلا ميلادي لحال. شو عم تعملوا طيب هيك؟ شو صار معك شام؟ بدك تنفخيها وتحطيها على الأرض؟ إيه؟ يلا استنى ما امسكها شوي. بدوها هيك وأربع أصابع. لا تحركيها كتير. هيك. يلا لا تحركيها هيك هيك هيك. يلا حاجة. يلا يلا هنسوي أكبر بابل جايز والله. يلا 1 2 3 يلا. شو بتعمل هلا؟ بتحطهم 1 2 لسه 1 إذا نفخت شوفي 2 لسه حاجة شو عم تشق 4 يلا يلا. تحطوه بالأرض. مرحبا، هذا غطا السلع كتير بحبه، جبته معي من عزاز من سوريا، كتير حلو على فكرة، مريح جدا وهيك قماشته باردة. كنت بدي فرجيكم الهدايا اللي اجتني. بتعرفوا لهلا اطي حاططهم هون ولهلا ما فتحتهم. انا طالبة شغلة، هاي الشغلة لازم توصلني او ما وصلتني. وصلوني الهدايا، هن شي 6 هدايا، 1 2 3 4 5 وفي المطرة شام 6. وكمان كنت طالبك فستان، هلا بقولكم ليش. طالبة لا هاي كمان صحيفة، هاي كمان كنت طالبة فستان. هذا الفستان طالبته مناسبة عيد ميلادي. أنا كل سنة بعيد ميلادي بحب جيب قطعة جديدة، إنه هاي إنه جبتها بعيد ميلادي. شو شغلة هيك يعني، ما بعرف، أنا جبت قطعتين بدي أجرب إنه أحلى باخذها، واللي ما بتعجبني برجع. مثل ما قلت لكم لما بشتري من تيمو هلا من جديد عم بربحني 6 قطع هدايا وانا بختاره بإرادتي. هلا مثلا في هاي القطعه يلي بتساعد على شيل الرؤوس السوداء والحب، فاكتبوا لي اذا مجربينها كويسه اتركها، واذا مو كويسه مشان ما افتحها. ما بعرف، انا مو مجربتها ولا مره بستخدمتها، بس انا يعني صار لي يومين عم بعالج الحب، بس اعالجه وفرجيكم الكريم اللي عم بستخدمه، الحمد لله مرتاحه، عم بيروح الحب. هلا كمان من الهدايا اللي اخذتها هاي الهديه كفر موبايل. هلا بفرجيكم الهديه اللي جايبتها.
للشخص اللي قلت لكم بكره راح اعمل له شيء، فما وصلتني الهديه، ما بعرف ليش تاخرت مع انه الشمشات تاعوني ما مشغل، فما وصلتني. فهي اخذتها كمان هديه، انا نقيتها، وهي عباره عن كفر للموبايل، حبيته بنفس الوقت بحطه برقبتي اذا طالعه مشاوير هيك اسهل لي، حبيته هذا. هي القطعه كمان لقيتها قلت لحالي يلا باخذها لانه من الهدايا انه 6 فحلوه، فاخذتها. وهي شو بتعمل يا حزتكم مثل البيع، فانا كثير متحمسه لاجربها صراحه. فشو رايكم نجربها على شعر شام ونشوف اذا بيعمل بير ولا لا؟ كثير حلوه هي، يعني كثير فكرتها حلوه. شوفوا هو عباره عن شو، انه تحطوا خصله شعر وهي بتدور لحالها وبتسوي الشعر مثل البير. فما بعرف، هي اول مره بجيبها، ما بعرفها انا، يعني ماني مستخدمتها من قبل، بس انا البير ما بيزبط معي، يعني عندي جهاز بير من قبل ما زبط معي، بس هي لحالها هي بتعمل الشعر بير. تعالوا نجربها، شو رايكم تيجوا نجربها؟ تعالوا نجربها مع بعض. استنوا افتحه، اذا ما عجبني برجعه. على فكره حتى هدول هدايا ال6 اذا ما عجبك بترجعيهم تاخذي مصاري عليهم، يعني انت مستفيده بالحالتين. فهذا الشيء الحلو بحبه بتيمو، انه لما بشتري باخذ هدايا مجانا، وبنفس الوقت اذا رجعتها باخذ مصاري عليها، انا مصدومه فيهم على فكره. هلا يا جماعه هذا هو الجهاز. اول شيء شغلته في جهه اليمين واليسار، حسب انت وين بدك تعملي، من اليسار ولا اليمين. مثلا شعرك هون يمين وهون يسار، فهلا رح نجيب شام ونعمل عليها. فهذا الزر اليمين وهذا الزر اليسار. فهمانين القصه؟ ما لهون فهمانين. هلا بنيجي ناخذ خصله من شام، خصله من شعر. هلا هي الجهه اليمين ولا اليسار شام؟ هاي يا يمين. بندخل هيك وبنعمل هيك الخصله، شايفين؟ ونبلش اي اسفل، بعدين شوي شعرك هيك، ناخذ الخصله نبلش. لا غلط، معناتها غلطنا. هلا بنبلش، استنوا نرجع، يلا ننتظر من 5. استنوا كأنه غلط. هلا اذا حدا مجرب هذا الجهاز يحكي لنا، بدنا ننتظر من 5 ل10 ثواني، وكنا كابسين على ليش ما الزر. بصير كارلي؟ فما بعرف هلا بكفي هيك ولا بده اكثر. خلونا نجرب. شوفوا، واو حلو، شايفين؟ استني ارفع، شوفوا ما احلى، واو حلو. تعال نجرب ماما خصلة تانية. كله ماما كلن صار كلن بالسهل، ماما صار كلن احسن. لا كلهم ما بيوسعوا. طلع الجهاز، تعال نجرب. ايه يلا. طبعا شلون ما بيصير خصلة ما بيصير. شلون كل لون بيصير؟ هاي ما بيصير. ماما يميلات لا تساوي لي. لزق شعرك. هلا بده تدريب صراحة، وحسيت الخصل النحيفة أحلى شيء، وبدكم تتركوه وقت 5 ل10 ثواني مثل ما كاتبين، وبدكم تتعلموا كيف تعملوه. شايفين؟ فهيك حسيت. فطلعوا هلا مثلا بدنا نحاول نشيل ونشوف كيف الخصلة رح تطلع. هيك أنا برأيي حاجتها. واو حلوة ولا لا ما حلوة. حلوة. بس شام شعرها سابل ما راح تثبت عليها الخصلة، لأنه أصلا شعرها سابل هلا مسبلته. لو كان شعرها الحقيقي كانت تثبت أكثر الخصلة عليه أتوقع. ماما خلاص تعبت. تعبتي؟ بعد ما مر وقت طويل هلا شلت المرقة الموجودة اللي بقيانة فحطيتها هون. بعد ما امتصت الحمض وكل شيء هلا بدي اسكت. شوفوا هدول على الوش شوي مقمرين بس عادي. كتير طيبين. الحموضة هيك مع الدبس الرمان غير شكل. تفضلوا مدوا ايدكم. جايين انا وشام وعمر لننقي الكيكه لبابا. ولا إلي الكيك. لا المره لا يا بابا، المره الجايه لك. يلا نقوا اي وحده. بابا اي بس طلعوا لسه تاخذوه كبيره لانه نحن اصلا عددنا قليل انا وانتم. ماما
نقوا وحده حلوه. تعالوا وين الكيكه؟ وين رايحين؟ شو بدك عليه؟ نقوا معنا يا جماعه. اي وحده ناخذ؟ مو صغيرة هيك. فيك تعملي هي الصم تدري. هي ماما هي اخذي لها قد ايش بابا. صار الكيكه هاي؟ بعد الخصم 48 وهي 79. هاي بيستاشيو؟ ما حبيت اكثر شيء هاي. شو؟ ماما حبيت اكثر شيء هذا. عينه هون. هذا؟ ايه هون. انا حبيت الفريزه. ماما انا هاي حبيتيها؟ هاي؟ هاي ولا هاي؟ مين احلى؟ هاي حبيتها. هاي هاي ما حلوه. حلوة. والله اني ما اختار حلوة. هاي. هلا بعد الساعة 8 بصير خصم على الكيك فبصير ارخص. هاي. خيرتوني. هي احلى يا احلى. لا ما بدنا احمر، ما حلو الاحمر. هاي خلاص. شكله نجيب القلم حلو. لا لا ماما هي شوفي. هاي ما بدنا اياها.